تخيل تصحى تلاقي نفسك في سجن عبارة عن 333 دور، والأكل بينزل لك مرة واحدة في اليوم من فوق لتحت، ولو كنت سعيد الحظ اللي في أول الأدوار هتاكل أكل الملوك، ولو حظك رماك في الدور الأخير قدامك حل من اتنين ملهمش تالت، يا هتموت من الجوع يا هتاكل زميلك اللي معاك في الزنزانة. أنا محمد حسن وده ملخص فيلم ذا بلاتفورم. بيبدأ فيلمنا مع جورينج اللي بيصحى يلاقي نفسه في زنزانة كبيرة ومكتوب على الحيطة بتاعتها رقم 48، والزنزانة دي بتكون عبارة عن سريرين ومغسلة وحوض، وفي الوسط بنشوف حفرة كبيرة جدا بتبص على باقي الأدوار اللي فوق واللي تحت، وبيلاقي إنه معاه شخص في الزنزانة وبيكون راجل عجوز، وبنعرف بعد كده إن اسمه تريماجاسي. الراجل ده ما كانش طايق نفسه ولا طايق حد وبيرد الكلام بالعافية، وجورينج بيسأله هو احنا فين؟ فبيرد عليه تريماجاسي بمنتهى القلاطة ولا كأنه مساعد وزير الري، وبيقول له الجملة الشهيرة بوضوح احنا في الحفرة، وبيبدأ يشرح له قوانين السجن ده، وهي عبارة عن شوية قوانين بسيطة بس مرعبة. بيقول له يا سيدي احنا في سجن عمودي، كل زنزانة بيكون فيها 2 مساجين، واحنا في الدور ال 48 دلوقتي، وهنقعد في الدور ده لمدة شهر كامل، وكل شهر هنقوم من النوم نلاقي نفسنا في دور معين. وبيقول له كمان ان كل يوم بينزل من الفتحة اللي في النص دي منصة كبيرة بتكون مليانة اكل، بتعدي على كل دور من فوق وبتقف في كل دور لمدة دقيقتين كاملين. وبيقول له اطمن احنا في الدور ده هنلاقي اكل حلو، وهم بيتكلموا بتنزل المنصة بتاعت الاكل. وهنا بقى بتيجي الصدمة، الاكل اللي واصل للدور ال 48 كان عبارة عن بواقي اكل، رز مخلوط واكل متاكل منه بمنظر مقزز. وتريماجاسي اول ما بيشوف الاكل بيهجم عليه وبياكل زي الحمار في النجيله، وجورينج اول ما بيشوف المنظر بيقرف وبيشمئز وبيرفض انه ياكل، بس تريماجاسي بيقول له كل دلوقتي لان الدور ال 48 ده يعتبر جنه بالنسبه للادوار اللي تحتينا، احنا من المحظوظين يا صديقي. فجورينج بيقوم وبيلاقي تفاحه شكلها نظيف وفلتت من الحيتان اللي فوق، فبياخدها معاه عشان ياكلها براحته بعد كده. وشويه والمنصه بتبدا تنزل للدور اللي تحتهم، بس جورينج بيبدا يحس بحراره شديده في الاوضه وكانهم قاعدين في فرن. بس الراجل العجوز السخيف بيقول له انا نسيت اقول لك قانون صغير، انك ما ينفعش تحتفظ باي نوع من انواع الاكل بعد المنصه ما تنزل، ولو يا سيدي نسيت وشلت اكل معاك يا هنموت من كتر الحراره او هنتجمد من كتر البروده. فبيطلع جورينج التفاحه بسرعه وبيرميها. بعد كده بيقعدوا يتعرفوا على بعض اكتر، وبيقول جورينج انه دخل السجن هنا بمزاجه عشان يبطل تدخين، واداره السجن اتفقت معاه انه هيقعد 6 شهور، واول ما يخرج هيكونوا مدينه شهاده معتمده من السجن، وانه اختار انه ياخد معاه كتاب وهو قاعد في السجن عشان يقراه، وده لان اداره السجن بتسمح لكل شخص انه ياخد معاه حاجه واحده ايا كان الحاجه دي ايه. وبيساله جورينج وانت بقى جيت هنا ليه؟ فما بيردش عليه الراجل الكبير وبيسيبه وينام. وبنروح لتاني يوم اللي بيجي ميعاد نزول المنصه، وبتنزل منصه الاكل، وبيروح تريماجاسي برضه يتحرش بالاكل، والغلبان التاني ما بيرضاش يقوم ياكل، بس بيساله وهو بياكل برضه مش عايز تقول انت جيت هنا ليه؟ فبيرد عليه الراجل الكبير وبيقول له حاضر هجاوبك. بيقول له انه في يوم شاف اعلان عن مسن سكاكين هيخلي كل السكاكين بتاعته القديمه ترجع جديده وحاده جدا، فراح عشان يشتريه على طول. وبعد كام يوم لقى اعلان تاني على التلفزيون من نفس الشركه دي، وبتعلن عن سكينه اسمها ساموراي بلس، ودي يا سيدي سكينه بسن نفسها في كل مره بيتقطع بيها لحمه. واخد بالك من كلمه بتقطع لحمه دي؟ فالراجل يا سيدي اول ما شاف الاعلان ده اتجنن وحس ان اتنصب عليه، ومسك التلفزيون رماه من الشباك، وعشان حظه فقري التلفزيون ده بينزل على دماغ شخص وبيموته، وبيتحكم على تريماجاسي بالسجن على طول. بس جورينج بيبدا يقلق منه، بس بيساله طب انت خدت معاك ايه وانت داخل السجن؟ فبيرد عليه ويقول له حذر فذر انا خدت معايا ايه، وبيطلع السكينه اللي شافها في الاعلان الساموراي بلس، وبيقول له انا خدت دي. وبتعدي الايام وبيساله انت ايه اقل دور صحيت لقيت نفسك فيه؟ فبيرد عليه تريماجاسي انه من شهر كده صحي لقى نفسه في الدور ال 132 وما كانش بيوصله اي نوع من انواع الاكل. وهنا جورينج ملامحه بتتغير وبيتاكد انه كل زميله اللي كان معاه في الزنزانه القديمه، لانه دلوقتي بقى مكانه. وبتنزل المنصه وبيكون عليها بنت شكلها متبهدل، فبيساله جورينج هي مين دي؟ فبيرد عليه وبيقول له انها بتنزل كل شهر على المنصه عشان تدور على بنتها، وبيقول له كمان انها بتقتل الشخص اللي معاها في الغرفه تقعد معاها في نفس الزنزانه. وبتنزل المنصه للدور اللي تحت بالبنت، والمساجين اللي في الدور اللي تحت اول ما بيشوفوها بيشدوها بسرعه عشان يلحقوا يتحرشوا بيها، بس البنت دي بتقدر انها تقتلهم وبترجع تاني على المنصه عشان تنزل تحت. وبتعدي الايام لحد ما بيجي اليوم اللي قبل يوم نقلهم لدور مختلف، واداره السجن بترش غاز في المكان وبيغمى عليهم وبتنقلهم في مكان تاني. وتاني يوم الصبح بيفتح جورينج عينه عشان يلاقي نفسه مربوط، ويبص على الرقم اللي على الحيطه بيلاقيه 171. كارثه، الدور ده ما بيوصلوش ولا فتفوتة اكل. بس الرعب مش في الجوع بس، الرعب ان تريماجاسي الراجل العجوز هو اللي ربطه كده وقاعد جنبه بسكينه الساموراي بمنتهى الهدوء، وبيقول له انا مش هقتلك، انا هقطع منك حتت صغيره عشان اكل منها لاني راجل كبير ومش هستحمل الجوع. وبتنزل منصه الاكل وبتكون ممسوحه حرفيا، وبيعدي الاسبوع الاول واحنا على نفس الحال، وتريماجاسي كل ده لسه ما بداش ياكل فيه لحد اليوم السابع. تريماجاسي بيروح له وهو ماسك في ايده السكينه، وبيبدا ياخد شريحه لحم ريب اي كده من رجله
ايده عشان يمزمز فيها، وجورينج بيصرخ من كتر الالم والرعب. وفجاه بتوصل المنصه وبيكون عليها البنت اللي اسمها ميهارو، وبتهجم على تيرماجاسي وبتضربه على دماغه وبتاخد السكينه وتذبحه، وبتفك جورينج اللي بينزل يزحف على ايديه ورجليه لحد ما بيوصل لتيرماجاسي وبيكمل قتل فيه، وبيغمى عليه بعدها على طول. وبيصحى جورينج تاني يوم يلاقي كل جروحه مربوطه، والبنت قاعده فوق جثه الراجل العجوز بتاكل فيها، وبتديله قطعه من لحمه عشان ياكلها. وبعدها بيوم بتسيبه وبتنزل على المنصه تكمل تدوير على بنتها. وبيفضل جورينج ياكل من جثه الراجل العجوز كل يوم، وبيتخيل انه بيجيله في الزنزانه وبيتكلم معاه. وبيعدي الشهر الكابوس ده وبيجي اليوم اللي بيتنقلوا فيه لزنزانه جديده. بيصحى جورينج من النوم يلاقي نفسه في الدور ال 33، وده دور ممتاز، الاكل فيه بيوصل له شبه نضيف. لكن زميله المره دي مش سفاح، دي موظفه في السجن وبيكون اسمها ايموجري. وايموجري كانت جايبه معاها الكلب بتاعها اللي اسمه رمسيس، وبتقول له انا عارفاك، انا اللي قعدت معاك ساعه ما كنت عايز تدخل السجن عشان تتعالج. وبتقول له ان انا كمان جايه هنا بمزاجي عشان اطبق نظام التضامن العفوي لكل المساجين، عشان كل المساجين يقدروا انهم يلاقوا اكل. وبتنزل المنصه وبتاكل اللي شبعها هي وجورينج، وبتجهز طبقين من الاكل للدور اللي تحتهم، وبتطلب منهم انهم ياكلوا الطبقين دول بس، ويعملوا طبقين زيهم للدور اللي تحتيهم. لكن للاسف محدش بيعبرها من المساجين اللي تحت. وبعد كام يوم بيقرر جورينج انه يساعدها، وبيقول للمساجين اللي تحتهم لو ما سمعتوش الكلام هبوظ لكم كل الاكل في المره الجايه ومش هخليكم تاكلوا، وكمان هعمل حمام على باقي الاكل ومش هتلاقوا اي حاجه تاكلوها. وفعلا المساجين بتخاف وبتسمع كلامه. وتاني يوم بتنزل منصه الاكل وبيلاقوا عليها ميهارو اللي بتكون مغمى عليها وكلها اصابات، وبياخدوها عندهم عشان يعالجوها وبيناموا. وبالليل بيصحى جورينج على صوت زعيق وصراخ، وبيلاقي البنتين ماسكين في شعور بعض. وده يا سيدي بسبب ان ميهارو قامت بالليل جعانه فقتلت الكلب بتاع ايموجري وكلت منه. وتاني يوم بتنزل ميهارو مع المنصه، وبتعدي الايام وزميلته في الزنزانه بترفض انها تاكل عشان حزينه على كلبها، وجورينج بيقول لها تاكل عشان ده اخر يوم قبل ما يتنقلوا لدور جديد، ويمكن الدور الجديد الاكل ما يوصلش هناك كويس فيه، بس هي برضه بترفض. وتاني يوم بيصحى عشان يلاقي نفسه في دور جديد وهو دور 202، وده معناه ان مفيش اكل خالص هيوصل. وبيعدي اول يوم وبيقوم من النوم مصدوم. لما بيصحى بيلاقي مجري انتحرت وموتت نفسها عشان ياكلها بدل ما هو اللي يقتلها، بس هو في الاول بيرفض انه ياكل منها، وبيبدا انه يشوف هلاوس، وبيجيله الراجل العجوز في خياله عشان يقنعه انه ياكل منها بدل ما يموت. وفي الاخر فعلا بنشوف انه بدا ياكل منها عشان يعيش. واخيرا الشهر بيخلص وبيصحى جورنج في يوم بيلاقي نفسه في المستوى رقم 6، وبيكون معاه واحد شكله عبيط واسمه بهارات، وبيقول له بهارات ده انه جايب معاه حبل عشان يقدر يطلع لفوق خالص ويهرب من السجن. وفعلا بيبدا بهارات انه يقنع الناس اللي في المستوى اللي فوق انهم يساعدوه، واول ما بيحدف لهم الحبل وبيتسلق وبيطلع عليه بيقطعوا الحبل عشان يوقعوه، وبيلحقوا جورنج في اخر لحظه قبل ما يقع في الحفره ويموت. وتاني يوم بتنزل المنصه وبياكلوا وبيكون الاكل كأن ما حدش لمسه. وهنا جورنج بيحاول يقنع بهارات بفكره انتحاريه، بيقول له احنا مش هنطلع لفوق، احنا هنركب المنصه وننزل لتحت وناخد معانا اسلحه ونحمي بيها نفسنا، ونبدا ان احنا نوزع الاكل بالعدل لحد اخر سجين، وهنسيب معانا طبق نحط فيه حلويات ونسيبه على المنصه ونرجعه للاداره. ودي هتكون رسالتنا ليهم اننا لسه لحد دلوقتي بشر مش حيوانات. والفكره دي بتعجب بهارات جدا. وتاني يوم فعلا بيجهزوا حاجتهم وبياخدوا الاسلحه وبيركبوا المنصه، وبيبداوا انهم ينزلوا للادوار اللي تحت، وبيجبروا اللي في الادوار الاولى انهم يصوموا وما ياكلوش النهارده، وده عشان المساجين اللي في الادوار العليا بياكلوا كل يوم، واللي كان بيعارضهم كانوا بيضربوه او بيقتلوه. وبينزلوا الادوار تحت عمرنا ما شفناها زي مستوى 100 و150 و200 و250، والجثث بتكون ماليه المكان، والناس بتكون واكله بعض حرفيا لحد ما بيوصلوا للادوار الاخيره، وبتقف المنصه في الدور 333، وبيكونوا فاكرين انه ده اخر دور، فبينزلوا معاهم طبق الحلويات. بس جورنج فجاه بيشوف خيال تحت السرير وبيلاقيها البنت الصغيره بنت مهارو اللي كانت بتدور عليها. وجورنج بيقرر انه يدي الطفله طبق الاكل اللي فيه الحلويات اللي محافظ عليه كل ده عشان الطفله تاكله. بس فجاه المنصه بتنزل لتحت، وده معناه ان في لسه ادوار تانية. وبيناموا وبيصحى جورنج من النوم عشان يلاقي صاحبه مات بسبب الجروح اللي كانت فيه، وبعدين بياخد البنت وبيكمل نزول على المنصه لحد ما بيوصلوا لحد الاخر. وبيقرر بعد كده انه يحط البنت على المنصه عشان تطلع للاداره ويعرفوا ان النظام بتاعهم فشل وان في حياه بريئه وسط المجازر دي. جورنج بيحط الطفله والمنصه بتطلع بسرعه جدا، وهو بيفضل تحت في الاخر مع خيالات صديقه العجوز تريماجاسي. وهنا يا صديقي بيخلص فيلمنا. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، واستناني في الملخص اللي جاي. سلام.